نراقب ونشوف، ولكن انا الحقيقه هي فكرته انه يعطيها للقاء. هو فريق ارسنال وكره الهدف، كره لمصلحه إلتشي. على هذا يناكي بانيا بعد نصف ساعه. إلتشي الافضل، يلعب الحكم وكان قريب، والكرة تمشي كونترا الحارس الاسبق. من له هربة، من له هدى، يتقدم فرص والإثارة. كرة بكرة وهذه بالراس رودريجو، الكرة تمشي من فورد، يرجع للينغهام، خطيرة من أرنولد ومش دا جولر يلعب الكرة أرنولد والحادريد، يمشي كرة مدريدية بالراس، يلعب يانجانا ولا أروع. هذه مدريد وجهة نظر محترمة، ولكن انا ارجع الكرة بالانطلاق، ضربة راس لصنع التيم الاول الاصلي. كيليان اثنين فرنسي يلعب كرة ممتازة. رودريجو هذه خطيرة، كرات الثلاثية ولكن ارتكب خطأ خطيرة. رودريجو اللاعب اغوادو هنا ريال بضربة جزاء اصلا يمكن المس يعني الشوط 13 ولكن مشكلته ايضا كان يقبل نسبيا برشا. الاخيره خطيره من الفهد الكونغو، ارنولد هويسون خطيره باش يحطها كيليان، يلعب الكره رودريجو السابقه. نسيت الماتش السابق اللي على مدريد دقيقه، هذا علاش في فتره رودريجو شوط. قلت انه الريال دفاع الحارس يجي جارثيا فارق الاهداف لبرشلونه، مش ممكن على الكل المباراه يعطي السن. شوف في منطقه الجزاء مش ممكن، وحالشي 1-0 لصالح يضيعها مش ممكن. خطا فادح وتلعب الكره فيني ارنولد العرضيه، وهذه خطيره ملعوبه. هل تاتي بالجديد بالراس خطير خلت فعل قادم مسا استثنائيين، وهنا كرة استثنائية. شوف وحده يتقدم، وحده باندفاع يحاول يشوط خطيرة. شوف يخسر كرة هناك كامافينجا وحده. اسينسيو يمشي معاه ما يضغطش، وهويسون مرة ربحة صعيبة برشا. ترجع مدريد لأنه لازم تغادر بكل محيط. لا هدف سليم من هذه الزاخرة يصنع الفرق. بيلينغهام مش ممكن لا يستسلم. هذه لما تريد في مباراة الإثارة الكاما الرواق الأيسر مثل ما كان اللي في دقيقة 90 وغونزالو هدر الكرة.